انت عمرك تخيلت ان في فيلم خيال علمي ممكن يكون رسالة حقيقية للبشر؟ طب ايه اللي هيحصل لو العلماء فعلا اكتشفوا ان نهاية العالم قربت بس محدش صدقهم؟ طب خد التقيلة، في فيلم اتكلم عن كده بالظبط، وكان قريب جدا من اللي ممكن يحصل لينا. بس هل الفيلم ده كان خيال ولا انذار فعلي؟ ولو المذنب جاي احنا نعمل ايه؟ ولا نضحك وننزل ميمز بقى زي ما عملوا في الفيلم؟ تابع معايا للآخر، لأنك على وشك تكتشف إنك عايش جوا فيلم وإنت مش واخد بالك. لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف الحكاية. الفيلم اسمه Don't Look Up. الفيلم بيتكلم عن إن في عالمين اكتشفوا إن في مذنب عملاق في طريقه إنه يصطدم بالأرض خلال 6 شهور، فبيروحوا للبيت الأبيض بيحاولوا يحذروا الحكومة، بس الكل بيتجاهلهم. حتى الإعلام بيحول الموضوع لترند سخرية، مفيش تحرك حقيقي، كل الناس مشغولة بالميمز والسوشيال ميديا والترندات، ومحدش شايف الكارثة اللي جاية. وفي النهاية المذنب بيخبط الأرض والكل بيموت، وبتكون فعلا نهاية العالم. طيب، الفيلم اتعرض ككوميديا سوداء، بس كتير من العلماء شافوا إن ده مش خيال علمي. دكتور نبيل ديجراس تايسون قال إن الفيلم ده بيعكس بالظبط اللي هيحصل مع التغير المناخي. العلماء بيصرخوا يا جماعة في كارثة جاية، والناس بتقول طب نزلوا لنا فلتر جديد على تيك توك. الفيلم استخدم المذنب كرمز لنهاية العالم، ولكن في الحقيقة مش شرط إن يكون في مذنب علشان نهاية العالم تحصل. ممكن المذنب ده يكون رمز لحاجات تانية زي التغير المناخي، الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يخرج عن السيطرة، حتى الحروب النووية. كل دي أمثلة ممكن تحصل فعلا في عالمنا الحالي، وكلكم عارفين كده. طيب، تعال نتكلم شوية جد بقى. في نظرية اسمها نظرية نيبيرو. النظرية دي بتتكلم إن في ناس بتقول إن في كوكب تاسع في المجموعة الشمسية مخفي اسمه نيبيرو، والكوكب ده بيتحرك في مدار غريب وهيصطدم بالأرض. طبعا مفيش دليل علمي مؤكد، بس النظرية مش بتموت. في مذنب اسمه أبوفيس، المذنب ده وكالة ناسا كانت مرعوبة منه. كان في احتمال صغير إنه يخبط الأرض في 2029، وبعدين قالوا إنه هيكون في 2036، لكن بعدها وكالة ناسا طلعت وطمنت العالم وقالت إن الخطر مش كبير لحد دلوقتي. علماء في جامعة هارفارد حذروا من إن الأرض ممكن تتعرض لمذنب مفاجئ في أي لحظة، زي اللي حصل للديناصورات بالظبط. ولكن تأتي القنبلة بعد عرض الفيلم. عدد كبير من العلماء عملوا مقالات بيقولوا فيها إن الفيلم ده مش بيمثل المستقبل، لأ، ده بيمثل الحاضر اللي احنا عايشينه. أولا، الناس فعلا مش بتسمع. التغير المناخي بيزيد، التلج بيدوب، درجات الحرارة بتكسر أرقام قياسية، والذكاء الاصطناعي بقى بيكتب مقالات وبيعمل فيديوهات لوحده، واحنا لسه بندور على ترند جديد نضحك عليه. مش بس حكاية نهاية العالم اللي كان بيتكلم عنها الفيلم مليان رسائل رمزية خفية، زي شركات التكنولوجيا اللي بيلعبوا بمصير البشرية مقابل أرباح، والإعلام اللي بيحول أي كارثة لحفل. في مشهد تاني في الفيلم كان الأبطال فيه قاعدين حوالين الترابيزة بياكلوا العشاء وبيتكلموا بهدوء وهم مستنيين نهاية العالم. مشهد بسيط لكنه بيقول ما احنا فعلا على حافة النهاية. طيب، هل احنا في خطر؟ الإجابة آه، بس مش شرط من مذنب. هو في الفيلم كان مذنب، بس في الحقيقة
مش شرط يكون مذنب. في تهديدات كتير زي تغير المناخ والانقراض البيئي والذكاء الاصطناعي والأسلحة البيولوجية. وحط 30 خط تحت الذكاء الاصطناعي والأسلحة البيولوجية. علماء كتير زي ستيفن هوكينج قالوا إن البشرية لازم تلاقي كوكب تاني خلال 100 سنة، لأن الكوكب ده قريب مش هيكون صالح للحياة. الفيلم ده مش خيال، دي صفعة على وش البشرية كلها. ويمكن أهم سؤال لكل واحد بيسمعنا دلوقتي، لو اتقالك إن العالم هينتهي كمان 6 شهور، إيه أول حاجة هتعملها؟ ويمكن أهم سؤال نسأله لكل واحد بيسمعنا حاليا، لو اتقالك إن العالم هينتهي كمان 6 شهور، إيه أول حاجة هتعملها؟ وسؤال أهم بقى، هل فعلا إحنا محتاجين مذنب يخبط الأرض عشان نبدأ نفكر؟ ولو الفيديو عجبك قولي كمل في السلسلة دي، وأنا هعملك سلسلة توعية كاملة نوعي الناس ونعرفهم إيه اللي هما مش عارفينه، ونستخلص الرسائل الخفية من الأفلام اللي بيحاولوا يوصلوها لنا. وهنعرض آراء مرعبة من علماء حقيقيين وتجارب اتعملت في السر. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان الكوكب لسه مخلصش، بس احنا لازم نكون جاهزين. وفي النهاية لو وصلت للنقطة دي فانت من الأبطال، وافتكر ان كل فيلم خيال علمي هو احتمال علمي لو ما تحركناش بسرعة. والسلام.